الرحمن الرحيم. ازيكم جميعا، اخباركم ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده وصفه حلوه قوي هتعجبكم ان شاء الله، وهي كوكيز. زي ما انتم شايفين معلقه ونص سكر بني، ومعلقه ونص سكر ابيض، وعندنا معلقه ونص زبده وتلت كوبايه دقيق، وربع معلقه بيكنج باودر، ومعلقه الا ربع حليب. هنبتدي كده مع بعض الطريقة. هنحط الاول السمنة بتاعتنا في البولة زي ما انتم شايفين كده، ننزل المقدار كله، وهنحط عليهم السكر البني. السكر البني ده طبعا احنا كنا عملنا له فيديو قصير كده، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف تعملوه ان شاء الله. وهنضيف عليه السكر. انا مضاعفه المقدار بتاعي، يعني انا المقادير كلها بالمعلقه ونص كبيره، بس انا اللي حابب يزود المقدار زي ما انا زودته كده هيضاعف عدد المعالق زي ما احنا شايفين كده. هنقلب كويس اول لحد ما يدوب السمنه بتاعتنا مع السكر البني. هنقلب كويس لحد ما نخلطهم كويس اوي مع بعض. وهنبتدي ان احنا نضيف الدقيق بتاعنا، هنضيف الكميه كلها ونقلب، ننزل كده كل المقدار عشان ما يختلفش معانا المقدار بتاعنا. وهنقلب لحد ما تتكون عجينة متماسكة كده معانا. لما احنا ضفنا الدقيق زي ما احنا شايفين، هنضيف عليه المعلقة الكبيرة البيكنج باودر. المقادير معانا كلها معالق بالمعلقة الكبيرة، مش معلقة صغيرة. وهنقلب كده كويس، وبعد كده نعجن باللبن. احنا قلنا طبعا معلقه الا ربع لبن، فطبعا ده مش شرط، يعني كل دقيق معانا عندنا بيختلف في احتياجه للسوائل. فممكن ان احنا بنزود اللبن لو لقينا العجينه بتاعتنا ملمتش. ممكن نزود كميه اللبن لحد ما تلم معانا العجينه وتبقى عجينه كويسه كده ومتماسكه. قلبنا كويس، هنضيف الكاكاو بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. كاكاو، ممكن شوكولاته مبشوره، انا حاطه دي شوكولاته مبشوره. ونقلب كويس لحد ما تختلط كويس قوي الكاكاو بتاعنا او الشوكولاته المبشوره في الدقيق وفي المقادير كويس. هنضيف كده كل كميه الشوكولاته ونقلب كويس المقادير مع بعض. هي احتاجت شويه لبن كمان، هنضيف لبن زي ما قلت لكم كده، ونعجن لحد ما تتكون عندنا عجينه ينفع ان احنا نشكلها زي ما احنا عارفين الكيك بتتشكل ازاي. فنوصل بالعجينه زي ما احنا عايزين. العجينه اخدت اللبن المظبوط بتاعها، وهنبتدي ان احنا نشكلها زي ما انتم شايفين كده كور. مش شرط ان هي تكون يعني كور متساويه في الشكل. انا حشيتها هنا عندي قطع شوكولاته من اللي انا بشرها وحطها في العجينه. كسرت منها حتت شوكولاته كده، وهبتدي ان انا احشي العجينه بقى زي ما انتم شايفين كده. هعمل كرات، وهحط في كل كوره منهم حته من قطعه من الشوكولاته، وهشكلها وهحطها في صينيه. مش شرط ان انا ادهن الصينيه، لان طبعا الكوكيز بتاعي فيه ماده سايله، يعني فيه ماده دهنيه كفايه، فانا مش هدهن الصينيه بتاعتي، هرص فيها الكوكيز كده على طول. زي ما انتم شايفين كده بشكله بالطريقه دي لحد ما اخلص المقدار بتاعي كله. الشوكولاته زي اي نوع شوكولاته احنا حابينه. اللي ما فيش عنده قطع شوكولاته اللي هي القوالب دي يحط شوكولاته شيبس، شوكولاته بيضه، زي ما احنا عايزين. خلصنا المقدار بتاعنا اهو، رصيناه في الصينيه. ما شاء الله، شوفوا عملوا كميه حلوه ازاي. هنحطها طبعا، انا مولعه الفرن من ساعه ما بدات اشكل، وهدخله على الفرن على درجه حراره عاليه لحد بالظبط 10 دقايق. ما سابوش لما يحمر قوي. هيبقى معانا زي ما انتم شايفين كده، شكله وطعم تحفه، والله يعجبكم قوي ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصلكم اشعاراتي الجديده وفيديوهاتي زي ما انتم شايفين كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.